لو بتفكر تشتري لابتوب جديد او حتى انت لسه جديد في عالم الاي تي وبتحاول تفهم اساسيات الكمبيوتر والكمبيوتر بيشتغل ازاي، وجيت عند السي بي يو او المعالج وسألت نفسك هو ايه الفرق بين الجيل الثالث والجيل السابع والجيل العاشر، الفيديو ده ليك. ازيك؟ علشان اقدر اجاوب على السؤال ده لازم احدد 3 كلمات. اول حاجة الانرجي كونسامشن، هو المعالج بتاعي هيسحب كهرباء قد ايه. تاني حاجة البرفورمانس، الاداء بتاع المعالج بتاعي هيبقى اداء عالي ولا اداء متوسط ولا اداء قليل. تالت حاجة اسمها النانومتر اركتكتشر او معمارية نانومتر. ايه بقى دي؟ تعالى نتفق مع بعض. السي بي يو من جوه مكون من ايه؟ مكون من مليارات الترانزستورز. طب كل ترانزستور وظيفته ايه؟ بيعمل عمليات جمع وطرح وبيساعدك في انك تعالج الداتا اللي داخله للسي بي يو علشان يطلع لك الناتج ويظهره لك بشكل احسن وبشكل اسرع على الشاشه بتاعتك. فلو انا مثلا قلت لك مثال ان السي بي يو بتاعك شغال بمعماريه 22 نانومتر. بالمناسبه نانومتر يعني ايه؟ يعني 10 اس ماينس 9، رقم كبير جدا على فكره. وده معناه ان السي بي يو بتاعك ممكن يكون شكله قد بسكوته كده صغير بس جواه مليارات الترانزستورز. فلو انا جيت قلت لك مثلا عندك سي بي يو المعماريه بتاعته 22 نانومتر، ده معناه ايه؟ معناه ان الترانزستورز اللي جواه كبيره والكونكشنز اللي بينها او الوصلات اللي بينها قليله. فده معناه ايه؟ معناه ان السي بي يو بتاعي ده واخد عدد ترانزستورز قليل، فبالتالي هيعمل ايه في البرفورمانس؟ زي ما انت كده بتفكرت وقلت بالظبط، هيعمل ايه؟ هيقلل البرفورمانس شويه. وطالما هيقلل البرفورمانس هيعمل ايه في الطاقه؟ هياخد كهرباء كتير عشان يعرف يشتغل بشكل احسن. طب لو جيت بقى قلت لك انا عندي سي بي يو او عندي معالج شغال بمعماريه 10 نانومتر، ده معناه ايه؟ معناه ان الترانزستورز والوصلات اللي بين الترانزستورز بقت اصغر بكتير قوي. يعني السي بي يو بقى فيه ترانزستورز اكتر بكتير من 22 نانومتر، بجانب ان الوصلات اللي بين الترانزستورز وبين بعضها بقت اكتر بكتير. طيب طالما الترانزستورز زادت ده معناه ايه؟ معناه ان العمليات زادت، معناه ان سرعه السي بي يو انه يشتغل وانه يطلع الناتج على الشاشه زادت. ده معناه ان البرفورمانس كان بقى اعلى، وطالما زادت والبرفورمانس بقى اعلى ده معناه ايه؟ انه هياخد كهرباء اقل. طب لو قلت لك مثلا سي بي يو المعماريه بتاعته 4 نانومتر، ده معناه ايه؟ برفورمانس اعلى وترانزستورز وكونكشنز اكتر، فبالتالي انرجي كونسامشن اقل، مش هياخد كهرباء كتير، فبالتالي كاداء السي بي يو بشكل عام هيبقى اسرع بكتير من ال 22 نانومتر. فببساطه كل ما رقم المعماريه بتاع النانومتر ده بيقل كل ما معناه ان البرفورمانس بيزيد، بس كده. فلو جيت قلت لك سي بي يو معماريته 40 نانومتر ولا سي بي يو معماريته 5 نانومتر، ده معناه ايه؟ او انهي احسن؟ الاحسن اكيد اللي صاحب معماريه اقل، لان فيه ترانزستورز اكتر وكونكشنز اكتر، فبالتالي البرفورمانس بتاع ده هيبقى اعلى بكتير من ده بتاع ال 20 او ال 40 نانومتر. انا نسيت. نرجع بقى لاجابه السؤال بتاعنا. علشان اقدر اختار او علشان اقدر احدد او علشان اقدر اعرف العوامل اللي بتوقف عليها اختياري انا للجيل بتاع السي بي يو، سواء بقى جيل ثالث جيل سابع جيل عاشر، 3 كلمات. اول كلمه البرفورمانس، تاني كلمه استهلاك الطاقه، تالت كلمة النانومتر اركتكتشر او معمارية نانومتر. تعال بقى نخش على المثال بتاعنا. الجيل التالت شغال بمعمارية ايه؟ شغال بمعمارية 22 نانومتر. ده معناه الترانزستورز كبيرة ومعناه ان الكونكشنز او الوصلات بين الترانزستورز وبين بعضها قليلة، فبالتالي البرفورمانس ماله والانرجي كونسامشن ماله جدع. الجيل السابع المعمارية بتاعته كام؟ 14 نانومتر. طب الجيل العاشر معماريته كام؟ 10 نانومتر. يبقى مين فيهم احسن؟ الجيل العاشر. ليه؟ عشان معماريته اقل، فبالتالي في ترانزستورز اكتر وفي وصلات اكتر، فبالتالي برفورمانس اعلى، فبالتالي استهلاك للطاقة اقل. اما الجيل الثالث ما تختاروش ابدا ولا تفكر فيه. بس كده، ده كان شرح بسيط خالص. ده جزء من الكورس الكبير اللي انا عامله، دبلومة الاي تي هيلب ديسك، اللي هتساعدك وتاخدك من الصفر، من اول يعني ايه كمبيوتر اصلا لحد ما هتبقى مظبوط على المقاس زي ما سوق العمل محتاج، وعندك كل المهارات اللي الشركات بتطلبها والشركات عايزاها عشان تقدر تشتغل اي تي تكنيكال سبورت او اي تي هيلب ديسك. تقدر تحجز مكانك في الكورس لو بعت رسالة على الواتس على الرقم الجميل ده، واستفيد بالعرض اللي انا عامله دلوقتي اللي هيخلص اخر الاسبوع ده. اكتب لي في الكومنتات لو عايزني اشرح لك اي حاجة تخص مجال الاي تي ببساطة وبسهولة ومن الصفر خالص، وانا معاك وهرد عليك في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. لحد هنا وكفاية، بشكرك جدا. صلي على النبي. سلام.